السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، فيديو جديد ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا غنشارك معكم اللحم تاع الغنمي بالبصله والزبيب والبرقوق. كما كتشوفوا عندي هنايا العطريه، عندي هذا قزبور، البزار، سكينجبير، كركم، ورق سيدنا موسى، عندي الزبيب، البرقوق، البصله، الثومه، الحامض المصير، زيت الزيتون والسمن. المهم غنبدا باول حاجه، غناخذ اللحم تاعي من بعد ما غسلته، غندير ليه هذا ربيع، ندير ليه القزبور والمعدنوس اللي قطعتهم من قبل، والعطريه ديال البزار، سكينجبير، كركم، تحميره وشويه ديال التحميره حاره، غير شويه قريصه صافي. هذا ورقه سيدنا موسى وهذا زعفران حر والقرفه نخليهم حتى من بعد، وغنزيد واحد شويه الماء غير القياس اللي غادي يجمع ليا هذاك العطريه باش نخلط بها اللحم. والثومه حتى هي قطعتها صغيره بزاف صافي. غنخلط هاد العطريه كلشي حتى تنسجم مع اللحم، تنسجم مزيان. وهو الا كان من الاحسن الواحد الا زعما عارفه شنو غايدير الغد ليه الغدا ولا هذا، يدير هاد العمليه في الليل ويديرو في الثلاجه ويخليه هذا اللحم كيتشرب مزيان، تيكون شارب مزيان، هذيك العطريه كتدخل معاه مزيان وكيجي احسن. المهم انا درتو بنهار بنهارو حتى هكا كيجي مزيان. المهم في واحد الطاجين قطعت هذا بجوج بصلات، شلطهم صافي ودرت عليهم هاد اللحيمه ديالنا اللي مشرمله بحال كما كتشوفوا. المهم صافي غادي هذا نستف اللحم تاعي وغنخليه هذا يطيب بحال هكا كما كتشوفوا. صافي غنسد عليه ونخليه يطيب. من قبل ما نسد عليه غادي نسيت غنزيد هذا ورقه سيدنا موسى وعويدات القرفه وهذا زعفران حر هو اللي غنزيد من بعد، هو السمن وهذاك الحامض مصير تيدخل طيب مع اللحم مزيان. هذا غادي نزيد الحامض مصير وهذا وزعفران حر والسمن صافي. هو بدا الطاجين ديالي كيتشحر. المهم غنخلي غادي نغطيه صافي وغادي نخليه يطيب. في هاد المرحله ما كنزيدش الزيت حتى كيطيب نص طيبه عاد غنزيد الزيت. هنا عندي الحامض مصير، هاد الحامض عندي تقريبا شي 7 شهور ولا 8 شهور، تسلم مزيان طيب على حقه وطريقو صافي. هاد القرعه اللي بقات ليا كنت درت 3 كبار بحال هكا، هذه اللي بقات خصني ندير الاخر ان شاء الله. ملي نديرو معكم وتشوفوا كيفاش كندير ليه. المهم انا هضره كنديرو بلا ما، غير الملحه وهو كيطلق الماء ديالو. شتي كي ولا والله كتورك عليه هكا كيمشي معك ولا بحال الزبده، كيجي رائع. فوائد الحامض المصير زوينه بزاف، اي حاجه في حقيقه مخمره كتعطينا واحد التركيز عالي ديال الفيتامينات اللي موجودين فيه، وكاع المواد المخمره كلها على بحال هذا الشكل هكايا تعطينا تركيز عالي ديال الفيتامينات اللي موجودين فيها. المهم هنايا تقريبا اللحم دخل مع الطيب، يكون طابع تقريبا نص طيبه. درت الفرشيطه لقيتو المهم تدخلي الفرشيطه اذا تخليه الطياب صافي. في هذه المرحله غنزيد الثومه، ماشي الثومه يا ربي، غنزيد السمن، هذا السمن، وغادي نزيد كذلك هذا عندي الحامض مصير. المهم غنوزعهم كاملين هكا على اللحم، وغنبقى نهز ديك المريقه اللي المرقه، وغادي نبقى هذا نسقي بها اللحم باش كاع داك السمن وداك الحامض المصير كيدخل في ديك المرقه، وغادي نبقى نهزها المرقه ونديرها على اللحم باش حتى اللحم يتشرب هذاك السمن والحامض المصير.
المهم الطواجن ديالنا تاع المغرب لا يعلى عليها، كاع الطواجن كلهم واحد ينسيك في الاخر. حق الماكله ديال زمان كانت صحيه لان كانت كلها في الطواجن، وخصوصا الطاجين تاع الطرب. هذا عندنا طاجين تاع الالومنيوم تيبقى الجوده تاع من ناحيه الجوده كيبقى هو الثاني، ولكن اللي كيحت المرتبه الاولى هو الطاجين ديال الطين. عندي غير تعجبني حتى هذا ندير فيه وصافي. المهم هنايا غادي راه كنت درت البصله في الاول، ولكن ديك البصله راه دابت. المهم حيت هذا كاين غير اللحم اللي كاين، ما غندير لا خضره لا والو، اذا غنزيد البصله، زدت بصله اخرى. المهم وحده هكاك ولا جوج تقريبا، شلطتهم مزيان بحال حكيتهم تقريبا، وواحد جوج اخرين ولا ثلاثه شلطتهم بحال هكا ودرتهم من الفوق، لان هاد البصله دغيا هي كتذوب، الواحد يكثرها شويه. هنايا عندي داك زعفران حر اللي كنت درتو في شويه الماء يذوب، صافي غنديرو هكايا من الفوق. وعندي كذلك هذا الزبيب والبرقوق، هادو كنت غسلتهم من قبل وخليتهم غير كيتصفاو. المهم انا ما كنديرش هذاك البرقوق يتعسل ونزيد ليه السكر ونزيد ليه القرفه، كنديرو هكا نيشان فوق سميتو كيجي على مزيناتو. انا ما كيبان لي حتى فرق، كيجي مزيان والله الا كيجي مزيان بحال هذا، بحال معسل. لما مع ديك الحراره وداك الشيء كيطلع ليه داك البخار، صافي كيرجع ليه الصاد وكيولي دايب زبده، كيجي مزيان. انا كنلقى زعما هاد الطريقه احسن، بلا ما تزيدي السكر، بلا ما عاوتاني ديري كاسرونه اخرى وطيبي وتبقى حاضيه ديري فوق الطاجين. كيطيب نيشان. المهم الطاجين ديالي هو هذا. قبل ما نسد عليه يكمل الطياب غادي نزيد هذا زيت الزيتون. عفوا، لان زيت الزيتون انا ما كنديروش من الاول، لان هو فاش كديروا الزيت من الاول داك اللحم وداك العطريه وداك الشيء ما كتدخلش مزيان اللحم، ما كيتشربش اللحم العطريه مزيان وما كيجيش فتي. بحال قلتي داك الزيت كيدير واحد الحاجز بينه وبين اللحم، والعطريه ما كيخلاش تدخل ليه. ايوا الا قلنا الطاجين مغربي، اذا شي خبيزات هما مغربيين. انا عندي في نفس الوقت ملي كيطيب الطاجين كنطيب هذا البطبوط هذا، بما ان الطاجين صحي وسميتو حتى الخبز خصو يكون صحي. هذا درتو انا بخميره بلديه، بطبوط بالخميره بلديه على مزيناتو كيجي من فوق. تاش نهار اخر ندير معكم بطبوط بالخميره بلديه. ايوا في الاخير كيجي الطاجين ديالنا بحال هكا مشرب، المرقه خاتره ديالو. ما كيعجبنيش الطاجين فيه دوك الميمان كتار، كيعجبني يكون هكا مشرب. المهم جا مزيان. وزدت انا واحد الاضافه اخرى، المهم زدت شويه ديال بطاطا قطعتها درتها بحال تشيبس، درتها غير في الفران. عندي انا الفران فيه داك الاوبشن ديال هذا اير فراي، هي هذيك كتبان لكم. المهم درتها في اير فراي في الفران صافي. المهم كان درت واحد نقيه شويه زيت العود شويه ورشيشه الملح فاش طابت صافي. المهم ممكن الطاجين تخليه بحال هكا غير بالزبيب والبرقوق وبصله كيجي زوين، وممكن نضيفوا ليه هذه الاضافه ديال هذا بطاطا هكا من الفوق. ايوا نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي طاجين باللحم والبصله والزبيب والبرقوق ينال الاعجاب تاعكم. كنقول لكم السلام عليكم، دمتم في رعايه الله. الى فيديو مقبل ان شاء الله، دمتم سالمين.